اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده من كورس كيو دي. في البدايه خالص حابب بجد اعتذر لكم على التاخير في تنزيل بقيه الكورس، بس كان ظروف غصب عني. في الفيديوهات اللي فاتت اتعلمنا ازاي نعمل صفحه لوجن، وتعلمنا ازاي نعمل تشيك على الايميل والباسورد، برضه اتعلمنا ان احنا ازاي نعرض داتا في الكيو تيبل ويدج. النهارده هناخد حاجه مهمه قوي وهي الكيو مسج بوكس، ودي اللي احنا استخدمناها في الحلقه بتاعه اللوجن بس ما خدناهاش بالتفصيل. طيب انا طبعا البروجكت ضاع مني، فده بروجكت ما فيهوش اي حاجه جديد، فهخش على المين بس ويندو هعمل زرار، مش هعمل حاجه غير زرار. ممكن كل احنا نيجي بس هنا نقول البوتن، وناخد البوتن نحطه هنا كده ونكبره شويه ونسميه كليك مي مثلا. حلو. حلو، كلام جميل جدا. طيب طبعا نيجي برضو ما تنساش ان انت تسمي الاوبجكت بتاعك، فانا هاجي هنا عند الكيو اوبجكت نيم وهقول له بعد اذنك ده اسمه سي ام اندرسكور بي تي. انا بحب اكتب الحاجه كده يعني. طيب حلو قوي. تعالى بس اقول لك الاول الكيو مسج بوكس ده بيوفر لنا ايه. الكيو مسج بوكس بيوفر لنا 4 حاجات، او ممكن نقولها 4 انواع من الرسائل. 4 انواع من الرسائل. هي ايه بقى الكيو مسج بوكس دي؟ شفت لما انت بتيجي تدوس مثلا على لوجن ولو الباسورد غلط كان بيطلع مسج تقول لليوزر ان خلي بالك ان الباسورد او الايميل غلط؟ او شفت ان انت لما تيجي تمسح حاجه بيطلع زي بوب اب مسج كده او ويندو صغيره بيبقى فيها اوكي او كانسل، ومثلا ان انت بتقول له هل انت متاكد انك عايز تمسح الحاجه دي؟ كل ده بنقدر نعمله عن طريق الكيو مسج بوكس. طيب ايه بقى الاربع انواع من الرسائل اللي عندنا؟ اول رساله وهي الانفورميشن او الرسائل التوضيحيه، زي مثلا ان انت عملت سيف لحاجه فقال لك ان هو تم الحفظ بنجاح او سيف دان. وتاني نوع وهو الورنينج او التحذير. والورنينج ده تخيل معايا ان انت كتبت باسورد بس الباسورد ده ضعيف، فبتطلع مسج لليوزر تقول له ان خلي بالك ان الباسورد ده ضعيف. تالت نوع وهو الكريتيكال او الخطا الحرج، وده مثلا زي انك طلعت مسج لليوزر بايرور كبير، زي انك انت ما عرفتش تعمل كونكت بالداتابيس. رابع نوع وهو اخر نوع وهو الكويشن او السؤال، وده اللي زي ما قلت لك من شويه ان انت مثلا هتيجي تمسح حاجه فبتبعت الاول مسج لليوزر بتساله هل انت متاكد انك عايز تمسح الحاجه، وبيبقى في ردين يا اوكي يا كنسل، او طبعا تقدر تغيرهم زي ما انت عايز يعني. وهنتعلم برضو ازاي ناخد الاجابه بتاعت اليوزر ده ونقدر ان احنا نستخدمها بعد كده في الاب بتاعنا. طيب انا هنا حطيت البوتون بتاعي عادي خالص، مفيش اي مشكله. هدوس عليه كليك يمين وهقول له جو تو سلوت، والسلوت بتاعي اللي هو الكليكد. حلو، هقول له اوكي، هيوديني على طول للكود ان هو لما الزرار ده يتداس عليه ايه اللي هيحصل. طيب في البدايه محتاجين بس نعمل انكلود للكيو مسج بوكس اصلا، فانا هنعمل كده انكلود مسج بوكس. حلو قوي. طيب كده عملنا له خلاص انكلود، مفيش اي مشكله. حاليا لو جينا نعمل رن طبعا البوتون بتاعنا هيظهر بس هو ما بيعملش اي حاجه، فتعالى برضو نتاكد كده نعمل بس البيل. طيب طبعا لو دوست دلوقتي على كليك مي فمفيش اي حاجه بتحصل. طيب حلو جدا. طيب حاليا هنعرف اوبجكت من الكيو مسج بوكس، او ممكن نستخدم الفانكشن الجاهزه اللي بتسهل علينا الموضوع، وده اللي انا بفضله، ودي الستاتيك فانكشن اللي انا بفضلها. بص بقى يا صديقي، هنا انت عرفت عادي خالص اوبجكت من الكيو مسج بوكس، والاوبجكت ده انفورميشن، وهديله دلوقتي الكونستراكتور بتاعه. فالكونستراكتور بتاعه بياخد this في البدايه، وبياخد التايتل بتاع المسج بوكس ده. فمثلا هقول له بعد اذنك ليه دوست على الزرار، بغض النظر عن العبث ماشي، بس يعني براحتي انا مبرمج، لا بهزر طبعا. طيب تعالى نعمل ران كده ونشوف بقى اللي هيحصل. ماشي، وانا جايب لي ايرور ليه بيقول نو مسج بوكس. ماشي، انا نسيت حاجه، هو كمان بياخد التايتل، فمحتاجين بس ان احنا نيجي هنا كده ونكتب له برده التايتل بتاع المسج بوكس او الرساله اللي هو التايتل اللي بيكون فوق ده. طيب فهنا مثلا اقول عنوان الرساله. حلو، تعالى نعمل ران. طيب كليك مي، عنوان الرساله، ليه دوست على الزرار. دي الانفورميشن مسج بوكس. حلو، طبعا هو انت ممكن تخليها تعرض له اي حاجه تانية مفيش مشكله. حاليا دي ما فيهاش حاجه غير اوكي، كل ما ادوس عليها يظهر لي المسج بوكس بتاعتنا. طيب كلام حلو جدا وكلام جميل. طبعا انت هنا تغير عنوان الرساله لاي حاجه انت عايزها. خلي بالك ان اللي هتكتبه في الاول هو العنوان، يعني مالكش دعوه عشان بس الكتابه متشقلبه. يعني لو عملنا كده وعملنا كده وعملنا كده، اللي في الاول ده هو العنوان بتاع المسج بوكس، ده البودي بتاع المسج بوكس. حلو. طيب كلام جميل وحلو، ده كده كان بالنسبه للانفورميشن. طيب لسه فاضل لنا 3 انواع تانيين، تعال نخش على تاني نوع فيهم. طيب عشان نغير من انفورميشن لورنينج فهمسح كده كلمه انفورميشن وهقول له بعد اذنك انا عايز الورنينج. طيب حلو قوي، برده بتاخد حاجتين، بتاخد البودي وبتاخد التايتل.
فانا مثلا التايتل ده هيكون خلي بالك ماشي، وهنا تاني مرة تدوس على الزرار ماشي. تعال نعمل رن. مالكش دعوة بالعبث اللي انا بكتبه، هو اللي بيجي في دماغي بكتبه. فهنعمل رن ونشوف برضو دلوقتي هيظهر لنا ايه. كليك مي. لو ملاحظ بس ان الشكل ده اتغير، الاول كان شكل علامة تعجب كده، المرة دي بقى وورنينج فعلا تحذير، وتحذير ده بيقول له خلي بالك. تاني مرة تدوس على الزرار. طبعا هقول له اوكي خلاص انا براحتي يعني ادوس زي ما انا عايز. طيب محدش ماشي كلام علينا. طيب تالت نوع، طبعا انت هتقول لي من نفسك هنشيل كلمه وورنينج وهنجرب مع الكريتيكال. لك برافو عليك يا هندسه بدات تفهمني، بس انا بعد اذنك عايز اغير تاني مره دي واخليها تالت مره. حلو. وتعالى نعمل رن. كليك مي. بص بقى المره دي بقت اكس عشان دي كريتيكال، دي حاجه حرجه. وقال لك تالت مره طبعا تدوس على الزرار وقال لك خلي بالك، ولو دوست برضه اوكي هي هتقفل عادي خالص. طيب كل ده مسج بتطلع لليوزر، بس ما بتقدرش تاخد منه انبوت او ما تقدرش تاخد منه تشويس. هو ما بيختارش هو تمام ولا مش تمام، هو كل اللي بالنسبه له هو زرار واحد بيقول له اوكي. ده كلام حلو قوي. طيب برضه لو لاحظت هتلاقي هنا اكس، والصوت حتى اتغير بتاع المسج لما بتظهر، يعني بص صوتها بقى مختلف، صوت الايرور يعني في الويندوز. طيب حلو جدا. تعال نقفل ده. طيب تعالى بقى نروح لاهم جزئيه، وهي يا معلم المسج اللي هتاخد فيها انبوت من اليوزر سواء بيس او بنو. طيب هنا بقى انا هروح بس لليو اي تاني وهضيف ليبل. هاجي كده هقول له انا عايز ليبل، واقول له الليبل ده نحطه هنا، نكبر الليبل شويه. اوكي. وهنقول له ده بتحبني ماشي، بغض النظر عن العبث اللي انا هعمله، بس في دماغي جت حاجه فهعملها. بتحبني، مش عايز تكتب حتى ماشي. طيب بتحبني، ونكبر بس الخط شويه عشان الخط صغير جدا. قول له بعد اذنك انا عايز اكبر الخط. حلو. حلو نكبر دي كده. طيب وهنسمي ده ايه؟ ده هنسميه ال_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 ال اللي يخسر اللوف يعني، والبي اللي هو الليبل. طيب تعال نعمل سيف. تعال نرجع للكود بتاعنا. طبعا ده كود اليو اي انا مش عايزه، انا عايز كود المين دوت سي بي بي. لا اسف، المين ويندوز دوت سي بي بي. طيب قاعد بقالي ساعه بدور على ايرور، عشان هو جايب لي ايرورز غريبه ماشي، يعني هو جايب لي حاجات انا مش فاهم فيه. المهم طلع ايرور فين بقى؟ تعقيم والله. تعالى كده نفتح اليو اي. انا بدل ما اسمي الليبل او اغير الاوبجكت بتاع الليبل، انا غيرت الاوبجكت بتاع الويندو نفسها. بص هي طبعا المفروض تبقى مين ويندو يعني كده، المفروض الايرور يتحل تمام. تعالى كده نرجع ونشوف، اتمنى يعني. لسه ليه؟ لا تمام خلاص. طيب ماشي شكرا. طب نرجع تاني نعمل اللي احنا كنا بنعمله. انا نسيت اصلا. تعال نسمي الليبل بس. هنسمي الليبل بقالي كتير بجد، بقالي بتاع ربع ساعه بس عمال امشي في ورق اكواد لحد ما لاحظت الموضوع ده. ال_ال_بي ده الليبل. تمام دي من ويندو. تمام. طيب حلو قوي. تعال نقفل كلها، نفتح تاني من ويندو دوت سي بي بي. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعرض لليوزر مسج هقول له فيها انت بتحبني ولا لا. لو قال لي لا هغير الليبل، هقول لي وانا كمان ما بحبكش. لو قال لي تمام هقول له اخويا يا عم. بغض النظر عن العبث، بس يعني عشان تجربه، عشان حاجه تفهم تكون فاني شويه بدل ما هو برمجه وكده. طيب تعالى نعمل الموضوع ده مع بعض. طيب بص بقى يا صديقي، عملنا ايه هنا؟ عملنا اوبجكت عادي خالص. حلو. عملنا فاريبل، خلي بالك احنا عاملين فاريبل من نوع كيو مسج بوكس. الفاريبل ده حاطينه جوه اوبجكت تاني. طيب او عملنا اوبجكت حاطينه جوه اوبجكت، يعني الاثنين واحد يعني. هو بس هو الاوبجكت ده بيتعامل معامله الفاريبل. طيب ليه؟ علشان الكيو مسج بوكس كويشن دي بترجع يس او نو، فانت لازم تحطها في حاجه عشان تقدر بالاف كونديشن بعد كده تتشيك عليها هل الحاجه اللي طلعت لي دي هي كده ولا مش كده. طيب فهنعتبرها انها بترجع بوليان، بس هي ما بترجعش بوليان قوي يعني، هي بترجع حاجه ثانيه مش عايز ادخلك في تفاصيل دلوقتي. طيب دلوقتي احنا بنقول له ايه؟ عملنا عادي خالص كيو مسج بوكس كويشن زي ما كنا عاملين الورنينج والكريتيكال مش فاكر كانت ايه الثالثه. طيب برضو ادينا لها this
وبرده اديناها في الاول خالص التايتل اللي هو السؤال، والبادي اللي هو انت بتحبني. طيب بعد كده هنا بقى بقول له ايه؟ هنا انا بقول له الكيو مسج بوكس بتاعتك دي هيبقى فيها زرارين يس او نو، يدوس على اي واحد فيهم عادي. طيب بعد كده خلاص احنا كده عملنا الزرار، الباقي ده هو الاف كونديشن بقى. الاف كونديشن هنا بنقول اف لو الريبلاي دي لو ده بيساوي الكيو مسج بوكس يس فانت هتعمل كذا، والس هيعمل طبعا كذا. طبعا انا مش محتاج اقول else if عشان هو لو مش هيقول يس يبقى قال نو، خلاص مش محتاج. طيب تعالى نعمل رن ونشوف هل العبث ده هيشتغل ولا مش هيشتغل. طيب بتحبني؟ هنشوف يعني كليك مي، قال لك انت بتحبني؟ سؤال، قول له يس او نو، فتعالى نقول له نو كده. طيب انا كمان مش بحبك، هي بس مش كامله يعني عشان الفونت كبير واحنا مصغرين الحجم بتاع الليبل. طيب تعالى ندوس كليك مي تاني، قول له انت بتحبني، هنقول له يس اخويا يا عم. بيرفكتو، ده كلام رائع جدا يعني. طيب بكده نبقى اتعلمنا الكيو مسج بوكس، واتمنى ان انت تكون فهمتها كويس. الحلقه اللي جايه هنبدا نربط الشغل ده كله بقى بالداتابيس او بقاعده البيانات اللي احنا هنعملها عشان يكون عندنا برنامج متكامل وحقيقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال اكتب لي على طول في الكومنتس وهرد عليك في اسرع وقت. ويلا بينا على الفيديو اللي جاي. سلام يا هندسه.